بدأ بنفسه استنادا لقول الشاعر: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. بل ورد المنع أخلاقيا عن تقديم الطاعة والتبجح بها حتى إلى الله سبحانه، حتى إلى الله. لا تقل أنا أطعتك وأنا صليت لك، لا، قدم بس ذنوبك. المعصوم يقول: ليس لي عمل أستحق به الجنة، فكيف أنا وأمثالي من المتدنين الحقراء؟ اعتبروا يا أولي الأبصار، إلى متى أنتم غفلة وملوصين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء؟ إلى متى؟ اشعر حبيبي، صلوا على محمد وآل محمد. انطلق قدس سره الشريف إلى المجتمع، فكان مشروحا من الذات إلى المجتمع. والهدف من تأسيسها وهل أن توحيدها مرتبط بظروف المرحلة الراهنة وما هي أنشطتها، فأود أن أجيب عن هذه الأسئلة المشروعة في هذا الجمع المبارك، وليصل الصوت من خلالكم إلى جميع المؤمنين، لأنه بحسب فهمي أن تفعيل دور جماعة الفضلاء الآن خطوة مهمة في تحقيق آمال الشعب، ولتبقى الحوزة الشريفة عند حسن ظن الموالين لها وشوكة في عيون أعدائها. لقد وعى دور الأئمة في حياة الأمة، فتبنى مشروعا إصلاحيا يستند إلى خلفية شرعية وتطبيقات موضوعية. مع إطلالة شهر ذي الحج الحرام أيام مباركة، وصفها الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام بأعظم الأوصاف. نختار هذا المقطع من الدعاء لنعرف عظمة هذه الأيام، خصوصا العشر الأولى من شهر ذي الحج الحرام من 1 إلى 10. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك. حمل هموم الأمة فعبر عنها بشكلها الحقيقي والموضوعي، بعيدا عن خطابات الخاطبين وإنشاءات المنشئين. لم يكن مترفا في وصفه ولا مشاكسا في طرحه، فكانت خطاباته محط أنظار المنصفين وثقيلة على قلوب المرجفين والحاقدين. إذا كان الإمام يبحث عن مثل هؤلاء الرجال ومثل هؤلاء الشباب، فنعتقد أن شريحة كبيرة من الأمة قد وصلت إلى هذه الدرجة. لم يكن ذلك الرجل سوى المرجع الديني، سماحة آية الله العظمى الشيخ اليعقوبي، وريث الشهيد الصدر في فكره وعيبة علمه وناصره في شدته.